السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين، إن شاء الله تمتعوا بساعة جيدة. ربنا يديكم مساء كما عودناكم على قناتنا المتواضعة. فاليوم بنتكلم عن تحديثات جديدة وقوانين جديدة في اليوتيوب بسبب الذكاء الاصطناعي. فالمحتويات اللي فاتت تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي وتأثيرها وفوائد الذكاء الاصطناعي في اليوتيوب أو على قناتك يا جماعة. فهذا يوتيوب قرر إنه هيكون يزيد زيادة الإعدادات ويزيد زيادة الفرص والميزات الجديدة أيضا للذكاء الاصطناعي، لأنه أصبح الذكاء الاصطناعي يا جماعة لديها مطلب رئيسي، أو في يعني كثير من الناس أو كثير من المحتويات بيستخدموه عن طريق الذكاء الاصطناعي. فلذلك اليوتيوب قرر انها هيكون لديها ميزات او اضافة الميزات الاخرى او ميزات جديدة للعمل او كيفية العمل المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وكيفية اكتشاف خوارزميات يوتيوب المحتوى المصنوع من الذكاء الاصطناعي، وايضا تفرزة المحتوى اللي فيها الذكاء الاصطناعي واللي ما مصنوع من الذكاء الاصطناعي. فهذا مهم جدا بالنسبة لصناع المحتوى. فلذلك كل شيء ممكن وتشوف كيف ما هو عليه. فلذلك مهم جدا أن يكون الميزات الجديدة طبعا لها فوائد كثيرة جدا، وكل شيء دائما وابدا اذا لاحظتوا لما يكون في اليوتيوب عنده مشاكل فاكيد ان هناك تحديثات جديده على الطريق. لانه في ايام اللي فاتت او الاسبوعين اللي فاتت يا جماعه كان هناك مشاكل ادى في اليوتيوب، فالكل بيعاني من نقص في المشاهدات، وبعد منهم بيعاني من النقص في الارباح وما ادراك، واختفاء او تجميد المشتركين. فلذلك كل ما كان هناك مشكله كل ما كان هناك تحديث. فنتمنى انه يكون هذا التحديث وهذا الميزات من صالح صناع المحتوى. فبجد بنتمنى ذلك، لانه كان قبل فترة كان المحتوى اللي بالذكاء الاصطناعي كان له تأثير جدا على القناة، لأنه خوارزميات يوتيوب